السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايبي؟ معاكم فيديو جديد في تري كودر بروجرامينج ويب سكول. هنشرح النهاردة الارثماتيك اوبريشن. ايه هي الارثماتيك اوبريشن؟ هي زي المعاملات الحسابية. يعني ايه المعاملات الحسابية؟ يعني الاديشن، subtraction، multiplication، division والموديولز. هما الاديشن، وهي طبعا احنا عارفين الاديشن يعني بلس. الاديشن اللي هي البلس، مش مهم يعني، اكيد انتوا عارفين الاديشن يعني بلس. تاني حاجة هنشرح subtraction. طب subtraction هو subtract to integer and print the result. جميل جميل. تالت معاملة معانا هي المالتيبليكيشن. المالتيبليكيشن هي ضرب أي رقم في أي رقم عشان يطلع لنا نتيجة. والديفيجن كذلك، هو قسمة الرقم على الرقم عشان يطلع لنا نتيجة. الموديولز هي باقي القسمة. الموديولز هي باقي القسمة، يعني مثلا 5/2 باقي القسم بتاعهم 1. وهتيجي نشوف في التدريب العملي. ده كان معانا الايه النظري. تعالى نشوف العملي. نعمل اول حاجه تو variable int a وبيساوي، هنديله قيمه 3، وانت b وهنديله قيمه 2. طبعا انت ممكن تسمي الفاريبلز زي ما انت عايز، مالكش علاقه باللي انا ايه، يعني الفاريبلز ذات نفسها ممكن تتسمى اي حاجه. وتعالى نعمل، هنطبع في الكونسول هنعمل كام، قول له تعالى نعمل 4 سطور. تمام. هنطبع كام؟ هنطبع 4 سطور. لا 5. تمام. تعالى نستخدم أول حاجة هي تعالى نستخدم أول حاجة الأديشن أو الزائد. الأديشن. جميل. قول له يا باشا هات ال A، وبعد كده شيفت علامة الإيكوال هتدينا بلس أهي B. بعد كده هنستخدم تاني أوبريتور معانا وهو السبسكريبشن. جميل أهو ال A ماينس B. وتاني اوبريتور معانا هنستخدمه هو الديفيجن. وهو بس تعالى نعمل two variables، او تعالى نعمل ايه، تعالى نعمل variable كمان هنسميه C، هنديله قيمة 6. تمام. تعالى هنا console.writeLine وهنعمل الC divisible ايه بقى، divisible ال A. تمام. وبعد كده هنعمل رابع حاجة هي المالتيبليكيشن. اهو هنعمل ال A multiplication ال B. واخر اوبريتور معانا وهو الموديولز اللي هو باقي الاسم. بص احنا في الموديولز هنعمل حركتين. حلو. تعالى يا باشا هنعمل، هو باقي الاسم المفروض يعني، بص تعالى نعمل 3 موديولز 2، وتعالى نطلع 6 موديولز ال 3. تمام. انا كتبت يا نهار ابيض، واحد نايم خالص. احنا قلنا 6 على ال اي، ماشي تمام. وادي ده كده الاتنين دول، ايوه بالظبط، ليهم علاقة بالايه، بالموديولز. اوكي تعالى كده نعمل رن يا حبايبي. تمام. وبقى لما عملنا رن اهي الاجابات اهي. هو طبعا اسمه ايه ده،
ال 5 بلس 2 ب 5، ال 3 بلس 2 ب 5، ال 3 ماينس 2 ب 1، ال اسمه ايه ده ال 6 على اسمه ايه ده ال 6 على ال 3 ب 2، ال 2 باي 3 ب 6. الموديولز هنا بقى ايه اهو. بص بقى انا عايزك تركزي في الحته دي هنا في الموديولز هنا. بص يا معلم هنا، ايوه في الموديولز اهي، كبر لي بس اهو. بص يا معلم، لما جيت عملت الموديولز بتاعت A موديولز البي اللي هي 3 موديولز الاتنين، طلع لي باقي القسمة بكام؟ بواحد. طلع لي باقي القسمة بكام؟ بواحد. طب لما جيت عملت السي اللي هي 6 موديولز الكام؟ موديولز 3. الموديولز هنا اتعرفت كأنها ايه؟ يا نهار ابيض، اتعرفت كأنها ايه؟ اتعرفت كأنها ديفايد. هو قسم على طول، ما جابش باقي الاسم، لا هو قسم، عكس السريع على الاتنين، هو جاب باقي الاسم. اما اسمه ايه ده لو رقم صحيح يتقبل يتقسم على الرقم التاني وانت حاطط علامة اسمه ايه ده علامة الموديولز، بيجيب عادي ايه، بيجيب الاسم عادي. عشان هو تقريبا انا كنت متلخبط وما حطيتش علامة الموديولز، لا حطيت علامة الان، وحاجة يعني جميلة يعني. فنعمل ران تاني اهو. تمام. بس ودي كانت معانا ايه، هي الارثماتيك اوبريشن. وفي حاجه برضو تاني، انت ممكن عادة الارثماتيك اوبريشن يعني تستخدمها يعني كنمبرز عادي يعني بص، يعني هو 4 مثلا 4 باي 3 هو هيطلع لك عادي. تعالى نعمل بس ايه سيبريتور بسيط كده اهو. هو عادي خالص وزي الفل، وهيطلع لك انها ب 12 ولا اي حاجه اهو عادي. يعني انت الارثماتيك اوبريشن برضو اهو ب 12 عادي جدا اهو، ناتج ب 12 اهو. يعني الارثماتيك اوبريشن ممكن يا بنمبرز يا فاريبلز، بس انا حبيت اعملها لكم فاريبل عشان ادربكم على السنتكس بتاع الفاريبل برضه. تمام. اخر معلومه بقى معانا النهارده، وهي تعالى اكتبها لك هنا. بص يا معلم، دي علامه الديفيجن، دي علامه المالتيبليكيشن في الارثماتيك اوبريشن، ودي علامه الديفيجن في الارثماتيك اوبريشن، ودي علامه الموديولز اهي. دي كده علامه الموديولز. حلو. وعادي بقى البلس والماينس اللي احنا عارفينهم يعني، بس هم دول الجداد. فدول علامة ايه؟ تعالى يا عم اكتب لك الاديشن كمان، واكتب لك السبست ايه سبستراكشن كمان يا عم. جميل. فدول الاوبريتورز او الاساينمنتس اوبريتور. الاساينمنتس ايه؟ الاساينمنتس اوبريتور بتاعت ايه؟ بتاعت الارثماتيك اوبريتور. جميل. بس وده كان سامري خفيف كده. هنكتب هنا اهو سامري of basic arithmetic operation. بس خلاص تمام. بس خلاص يا عمي مش عايزين حاجة. وده كان الارثماتيك اوبريشن معانا. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو، وكان معاكم تري كولر بروجرامينج ويب سكول، ونشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.